الورقة الأدبية للنشر نقترحها عليكم من بوجدور مع المقهى الأدبي الثاني الذي ينظمه مركز خبرة الصحراء للتوثيق والدراسات بشراكة مع المجلس الإقليمي والمركز الثقافي. الأمسية استضافت الشاعر والكاتب إسماعيل زويريق رئيس اتحاد كتاب المغرب فرع مراكش، وقاربت تجربة الأديب والكاتب والراحل سيداتي صامد. التفاصيل مع بريجنا عوسي ومحمد شرح. مبدع والصحراء نبض مجتمع وهوية إنسان، شعار هذه الندوة التي عقدت بمعية أساتذة باحثين ومهتمين بالأدب. الندوة أبرزت دور مركز خبرة الصحراء للتوثيق والدراسات في إثراء الحياة الفكرية والأدبية بمدينة بوجدور. دورة الراحل والأديب سيداتي صامد تخللتها مداخلات عدة مكنت الحاضرين من معرفة المزيد عن الإنسان والشاعر والأديب سيداتي صامد، تخليدا لما قدمه الرجل للحقل الثقافي بالصحراء وببلاد البيضان بوجه عام. هذا النشاط اللي هو المقهى الأدبي الثاني بوجدور، دورة الأديب سيداتي صامد، جاء احتفاء بذاكرة الثقافة المحلية، وجاء أيضا من أجل التعريف بهذه الشخصية وبمناقبها وكيف ساهمت في إثراء الحقل الأدبي، كما جاء لخلق فضاء للحوار التواصل في المجال الثقافي والأدبي هنا بالمنطقة. نشكر مركز خبرة في الصحراء على هذا الملتقى هذا والتكريم اللي كرمه المرحوم صامد سيداتي، ونشكر الأساتذة الذين قاموا على هذا العمل. هذا التكريم الذي وجدت من بين ما وجدته في هذه المدينة المضياف شعراء آخرين لهم نفس الاهتمامات، وشعراء يتقنون كثيرا فن القصيدة العمودية، وهذا ليس بخاف. ومما يثلج الصدر أنني وجئت هنا بالجمهور العريض. مجموعة أهداف سطرتها هذه الدورة، ومن بينها الاحتفاء بذاكرة الإنسان المحلية الفكرية والأدبية، وخلق فضاء للحوار لإثراء المشهد الأدبي والمعرفي والثقافي بالإقليم، وكذا تشجيع الشباب على مختلف أشكال الإبداع والتميز الثقافي والإنساني. الورقة الرياضية للنشر من غنيميم ومنافسات الدورة الثانية من كأس الآيكيدو للصغار، وهي التظاهرة الرياضية التي